وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل المكرونة البشاميل. اول حاجة هنعمل اللحمة المفرومة، نحط ربع كوباية زيت، بصلاية متوسطة مفرومة او بصلاية صغيرة وعليها فص ثوم، وبعد ما نشوح البصل بالثومة هننزل باللحمة المفرومة. بعد ما اللحمة خلاص استوت اتعصرت هنيجي بقى التوابل بتاعتنا اهي. التوابل بسيطة جدا، نص معلقة ملح، نص معلقة او ربع معلقة فلفل اسود، وعندي جوز الطيب مطحونة ربع معلقة برضو. لو مش حابة تحطي جوز الطيب ما تحطيهاش. كل ما هنقلل التوابل في صينية المكرونة سواء اللحمة المفرومة او البشاميل كل ما تطلع معاكي اجمل صينية مكرونة. نحط بقى التوابل كده بسم الله، وبعدين هتاخد تقليبة واحدة بس كده. تاني خطوة معانا هي المكرونة هنسلقها. هنحط مية، المية بتاعتنا غليت هنبدأ ننزل بمعلقة ملح او نص معلقة ملح. اول ما المية تغلي خالص هنبدأ ننزل بالمكرونة. المية غليت اللي حطينا فيها الملح هننزل بالمكرونة، نبدأ نقلب كده ونسيب بقى المكرونة بتاعتنا تستوي. يلا بينا نعمل البشاميل. اخر خطوة هنعملها هي البشاميل، وطريقة عمل بشاميل سهلة جدا. هنحط بس معلقة صغيرة زيت علشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش، ونبدأ ننزل بأربع معالق زبدة كبار. قد الزبدة هتحطي الدقيق. انا عندي هنا 4 معالق كبار دقيق منخول. هنبدأ ننزله كده على الزبدة ونبتدي نقلبه في الزبدة لحد ما يدوب خالص مع الزبدة، مبقاش فيه تكتلات نهائي. 5 دقايق تقليب. احنا مش عايزين الدقيق بتاعنا يعمل يدينا لون احمر يعني يتحرق معانا. هننزل بقى بالحليب بسم الله، وبعد ما نزلنا بالحليب هنقفل النار او نشيل الحلة بتاعتنا من على النار، ونبدأ ان احنا نقلب كده لحد ما الدقيق يدوب في قلب الحليب. انا طبعا هنا حاطه لتر حليب. هنقلب لحد ما يدوب تماما وارجع لكم تاني. بعد ما داب معانا الحليب في الزبدة والدقيق نبدأ نشغل النار تاني، ونبدأ ان احنا نقلب بقى كده. شايفين هيبدأ يتقل، بس طبعا نهدي النار خالص. حاجة اختياري بحطها دي بتخلي الطعم كأنك حاطة كريمة طهي بالظبط. تحطي مثلث جبنة، مش موجود عندك مش هيفرق خالص. نقلب كده نكمل تقليب. اثناء التقليب بتلاقي بصوا بتلاقيه بدأ يتقل ازاي. هوريهولكوا. بصوا بدأ الحليب يبدأ يتقل. هنستمر في التقليب برضو كده. الخليط او البشاميل اللي عندنا جاهز. انا عايزاه لسم كده مش عايزاه يتقل عن كده، لانك اول ما بتقفلي النار عليه بيتقل. توابل عندنا نص معلقه فلفل اسود او ربع معلقه فلفل اسود، وعندي ربع معلقه ملح. ما تكتريش توابل اكتر من كده. ونقلب وبكده يكون البشاميل عندنا خلص. هنبدأ بقى نرص مع بعض المكرونه البشاميل. تعالوا بقى دلوقتي نرص مع بعض المكرونه البشاميل. حطينا في ارضيه الصينيه معلقه او مغرفه بشاميل. هنبدا بقى نرص المكرونه كده جنب بعض. هي بتترص كده بقى، بتترص بالشكل ده كده. تبداي ان انتي ترصيها. انا هخلص اول صف وارجع لكم تاني. ادي كده اول طبقه. بصوا او حطينا في الارضيه ايه، مش بتحطي عليها بقى بشاميل طبعا زي الطريقه القديمه. هنبدا بقى ننزل عليها كده شويه بشاميل. تمام، نمشيها كده عشان بس تتماسك وما ما تفكش وانتي بتطلعي القطعه. نجيب بقى المكرونه البشاميل. هنحط سوري اللحمه، نفردها ونفرد بقى اللحمه كده. مكرونه اهو
المهم بس ما نجيش جنب الصف اللي تحت ده ونقلب جامد علشان المكرونه ما تتحركش من مكانها اهي. بعد كده خلصنا بقى طبقه اللحمه، هنحط طبقه المكرونه اللي فوق برضو هنرصها بنفس الطريقه كده كده. بس انا اختصارا او انجازا للوقت فعشان كده انا بفصل الكاميرا، هعمل بنفس الطريقه وارجع اوريكم بعد ما تترص. وكمان احنا بقى واحنا بنرص في المكرونه ما ننساش نشغل الفرن علشان عايزين الفرن بتاعنا يكون درجه حرارته وسطيه مش عاليه قوي علشان المكرونه بتاعتنا ما تاخدش وقت في الفرن. خليكم معايا. بصوا تاني طبقه رصيناها البشاميل، ونبدا بقى خلاص كده ايه نحط الطبقه الخارجيه. شكل هخلصها كلها وارجع لكم تاني. كده المكرونه بتاعتنا بعد ما حطينا البشاميل جاهزه تدخل الفرن. المكرونه بتاخد ساعه الا ربع لحد ساعه، يعني من ساعه الا ربع لحد ساعه. وبكده بعد ما خلصت صينيه المكرونه زي ما انتم شايفين، بصوا بقى بتجيبي اي سكينه رفيعه كده وتبداي تمشي على جوانب الصينيه كده عشان بس ايه تخليها كلها تتفك. بتسيبيها 5 دقايق بالظبط علشان تبدأ تتماسك. وبعدين هقول لكم هنقطعها ازاي. بعد ما نقطعها كده خط بالطول بسم الله كده من النص وخط بالعرض وبعدين بنيجي بقى هنا كده نقسم النص اللي فوق ده بالنص كده ونيجي تحت نقسم برضو الجزء اللي هنا ده كده. بكده تكوني قطعتي المكرونه او صينيه المكرونه كلها قطع قد بعض، وكمان قطعه ولا صغيره ولا كبيره قوي، يعني قطعه المكرونه قطعه كده يعني مناسبه جدا. هتبدا بقى تبرد 5 دقايق كمان وبعدين نغرفها واوريكم شكل المكرونه. زي ما انتوا شايفين كل ما تكتري تحطي مثلا صفين مكرونه تطلع معاكي مرصوصه بالشكل ده. انا كنت حاطه صف واحد بس، انتي ممكن تكتري صفوف اكتر من كده. وبكده تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يعمل لي سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.